قصتنا النهارده بتحكي عن بنت جميلة اسمها ايشا، وبنلاقيها كانت عايشة مع مامتها وجدها في مملكة روزس السحرية. وبنعرف ان ملك البلاد بيبقى ساحر كبير اسمه ماجنيفيكو اللي اتعلم كل انواع السحر عشان يقدر انه يحقق امنيته ويتجوز حبيبته. ومش بس كده، ده كمان بيقدر انه يحقق امنيات الناس حواليه، وعشان كده بيجوا يعيشوا في المملكة من كل مكان في العالم. وبالصدفة بنعرف ان النهارده في حفلة تحقيق الامنيات جوه القصر الملكي زي ما بيحصل كل شهر. وساعتها ايشا بتتمنى انه يجي الدور على جدها لانه يستحق انه يفرح في عيد ميلاده ال100. وبعدها بتكون محتاجة ان صاحبتها داليا تطمنها في اليوم المهم ده لانها كمان من ضمن المرشحين لوظيفة مساعد الملك. وفي اللحظة دي كل اصحابها اللي بيشتغلوا في القصر بيقفوا جنبها، وواحد منهم بيقترح عليها انها تطلب من ماجنيفيكو انه يحقق ليها امنية جدها، لكن بيحذرها انها ما تدلوش ابدا امنيتها عشان ما تفقدش الشغف زي ما حصل مع صاحبهم سايمون. وساعتها الملكة بتوصل لانه بيكون جه الدور على ايشا في الانترفيو، بس ربنا يستر وتعدي على خير. وفي طريقهم بتحاول الملكة تعرفه على شوية حاجات بيحبها الملك، وبتكون نفسها انه يقع الاختيار عليها وتفوز بالوظيفة. وطبعا مش قادر احكي لكم ازاي عقل ايشا كان هيطير من الانبهار، بس الحمد لله ماجنيفيكو بينقذ الموقف قبل ما توترها يخرب الدنيا. وبعدها بيبدأ انه يتعرف على نقط القوة والضعف عندها اللي بيحاول من خلالها يشوف هتنفع للمنصب ده ولا لا، لحد ما بياخدهم الكلام عن ذكرياتها مع باباها زمان، وده بيخليه يتأثر جدا بيها ويفتح لها قلبه هو كمان، لدرجة انه بياخدها على اكتر مكان خاص في القصر، ومش بتكون مصدقة نفسها لما بتلاقي كل امنيات اهل روزس. وزي ما انتوا شايفين قد ايه ماجنيفيكو كان متعلق بيهم. وساعتها ايشا بتشاركه نفس الاحساس، لان هي كمان شايفة ان الامنيات مش مجرد بس افكار، دي بتمثل امال واحلام الناس. وفي اللحظة دي عينيها بتقع على امنية جدها، وبتعرف ان حلمه كان يعزف ويلهم كل الناس من حواليه، وبتطلب منه انه يحقق امنية جدها في يوم عيد ميلاده، وده بيخليه يستغرب لانها لسه ما لحقتش حتى تستلم الشغل معاه. وبعد ما بيشوف الامنية بيقرر انه يرفضها عشان كانت غامضة بالنسبة له ومش مقتنع بيها. وساعتها بتقترح عليه انه يرجع الامنيات اللي مش هيحققها لاصحابها، لكنه بيرفض بحجة انه هو ادرى واحد بمصلحة المملكة. ومن هنا بنكتشف قد ايه هو ظالم، لانه بياخد اكتر حاجة حلوة جوه كل واحد وبيحبسها عنده. ولما بيجي وقت الحفلة بيصمم انها لازم تحضرها، وبيكون لسه مكمل في انه ياخد الامنيات من اللي بيقع عليه الاختيار. وبعدها بنلاقيه بيلعب باعصاب ايشا وجدها في وقت تحقيق الامنيات، ومن الاخر كده عمل معاها الجلاشة، لا بقى في شغل ولا تحقيق امنيات لاي حد من اهلها. وساعتها بتحس ان قلبها مكسور بعد اليوم الصعب ده، وبتعترف لجدها ان امنيته لا يمكن ابدا انها تتحقق. وبنلاقيه بيرفض حتى انه يعرف اي تفاصيل عنها، ويا عيني عليه كان شايف ان ماجنيفيكو هو الادرى بمصلحته. وفي اللحظه دي ايشا بتضطر انها تكتم كل الكلام في قلبها، وبيكون نفسها انها تساعد كل الناس تعرف حقيقه الملك الشرير. وفي عز يأسها بيكون مش قدامها اي حل غير انها تلجأ للنجوم، يمكن تقدر تلهمها بعد ما عرفت امنيات كل اللي موجودين حواليها. وبالرغم من كل الحريه اللي جواها بعد ما عرفت الحقيقه، لكنها كانت محتاجه حد يقول لها تتصرف ازاي. وساعتها فعلا بتتمنى من كل قلبها ان امنيتها تتحقق وتقدر انها تنقذ اهلها وكل المملكه من الظلم. وسبحان الله النجوم بتحس بيها وبتبعت لها اشاره في ضوء قوي جدا، لدرجه انه بيهز كيان ماجنيفيكو كانه تهديد ليه ولعمايله السوداء. اما بقى ايشا كانت حاسه بكميه امل وحماس كبيره، لكن هي ومعزتها فالنتينو ما كانوش لسه فاهمين اي حاجه. وفي اللحظه دي بتكشف لهم النجمه السحريه عن نفسها، ومن شده المفاجاه صاحبتنا بتحس ان عندها تهيؤات، وعشان كده بتبدا النجمه انها توريها قدراتها الخارقه. وبتحاول ايشا تفهم ازاي كل ده حصل معاها بالسرعه دي. وفجاه بنلاقي كل حاجه حواليهم بتقدر انها تتكلم، وبتفهم ان النظام كله في الكون بيكون مترابط مع بعضه. وفي نفس الوقت بيبداوا يحسسوها انها احلى نجمه في حياتهم، وانه هيفضلوا جنبها ينوروا لها طريقها طول الوقت. المهم انها تفضل تدور دايما جوه قلبها على كل حاجه حلوه. وعلى طول ايشا بتحس ان كل كلام باباها عن النجوم كان صح الصح، وبتبدا تحكي للنجمه ازاي ماجنيفيكو حابس امنيات اهل المملكه كلهم عنده. والظاهر كده ان النجمه السحريه كان عندها حل للمشاكل وناويه انها تسوي الهوايل. وفي نفس الوقت بنلاقي ماجنيفيكو كان هيتجنن ويعرف ايه اللي بيحصل، لدرجه انه بيقرر يستخدم كتاب السحر الاسود يمكن يفهم منه اي حاجه. لكن الملكه بتقدر انها تمنعه على اخر لحظه عشان بتكون خايفه عليه انه يأذي نفسه. وفي الناحيه التانيه ايشا كانت بتحاول انها تخبي النجمه، وبتأمن لها مكان جوه القصر لحد ما تجيب المعلومات من داليا. وساعتها بتلاقي كل اصحابها مش مبطلين كلام عن الضوء بتاع امبارح، وبتحاول تلغوش على الدوشه اللي عاملاها النجمه الشقيه جوه، لكن بتكون خلاص مش عارفه تخبي عليهم اكتر من كده. وبيتفاجئوا كلهم لما بيشوفوا حلاوه الاستعراض السحري. وبتبدا ايشا انها تعرف النجمه على كل واحد من اصحابها، لكن كان في واحد منهم هيموت من الرعب. وساعتها بتوعدهم انها عمرها ما هتأذي اي حد في روزس، بس لازم يحافظوا على السر ده. وبعدها بتحكي لداليا على حقيقه وشر ماجنيفيكو، وعشان كده بتقرر انها تساعدها توصل لمكتبه من غير ما حد يعرف. اما بقى هو كان مشغول بانه يعرف مين اللي ورا ضوء امبارح، وبيتوعد انه هينتقم من الخاين اللي موجود وسطهم. وفي الوقت ده ايشا كانت عايشه مغامره عشان تحاول توصل لمكان الامنيات. وساعتها داليا بتحاول انها تعطل ماجنيفيكو باي طريقه ممكنه، وبنلاقيه بيحاول انه يتحكم في ثباته الانفعالي قدام الاسئله المتوجهه ليه. والحمد لله بتقدر صاحبتنا بمساعده فريقها انها توصل لهدفها، وبتحاول النجمه انها توصل لامنيه جدها ومامتها.
وزي ما انتوا شايفين اهل المملكه كانوا عايزين يطمنوا على امنياتهم، وطبعا ماجنيفيكو كان بيحاول انه يشتت تفكيرهم بعد ما شكوا فيه. وبنعرف قد ايه هو انسان عنده غرور مفيش منه اتنين، وشايف انه عامل اللي عليه وايد صوابعه ال10 شمع مع كل واحد في البلد دي. وفي اللحظه اللي ايشا بتوصل فيها اخيرا لامنيه جدها بيكون لسه قلبه محروق من استجواب اهل المملكه ليه، وده بيخليه يقرر انه يستخدم كتاب السحر المحظور عشان يحمي نفسه وسحره من اي حاجه بتهدده. والحمد لله بتقدر ايشا انها تنفذ بجلدها في الوقت المناسب، وبتسيبه غرقان مع شر وشكلها كده مش هتعدي على خير. وبعد لما بترجع الامنيه لجدها بيكتشف ان حلمه كان بسيط جدا، وبيندم انه سلم احلى جزء في قلبه لماجنيفيكو في يوم من الايام اللي فجاه بنلاقيه قلب الدنيا شمال ويمين على النجمه السحريه، وكمان بيحرق قلب مامتها على امنيتها لما بيدمرها قدام عينيها. وهنا الملك الشرير بيتفاجئ لما بيعرف انه ممكن يمتص قوه خارقه من تدمير اي امنيه، وساعتها ايشا بيكون كل همها انها تحمي عيلتها والنجمه، فبيساعدوها على قد ما يقدروا انهم يهربوا على جزيره بره المملكه. وبتكون حاسه بحسره في قلبها انها تسببت في خطر لاهل البلد، لكن مامتها بتفهمها ان السبب ورا كل ده يبقى ماجنيفيكو مش هي، وده بيخليها تقرر هي ونجمتها انها ترجع تاني على روزس عشان تحاول تحرر الناس من شره. وفي نفس الوقت هو كان بيشوف وسيله تخليه يستحوذ على النجمه، وبيلاقي ان الحل هي عصا مصنوعه من الخشب والقوه الموجوده في 3 امنيات. وساعتها الملكه بتكون منزعجه جدا من استخدامه السحر المحرم، لكن بمنتهى الذكاء بتقدر انها تحتوي الموقف قبل ما يسود عليها عيشتها. اما بقى ايشا كانت بتحاول انها تدور على داليا وباقي الشله، وبنلاقي ماجنيفيكو وجنوده بيقنعوا الموجودين ان هي اللي خاينه، لكن كان كل تفكيرها ان ازاي تطمن الملكه في وسط خوفها. وبتتصدم لما بتعرف ان سايمون هو اللي اعترف عليها، وسبحان الله الفار بيقدر انه يوصل الرساله للملكه، وساعتها ماجنيفيكو بيقدر انه يحول سايمون لفارس تحت طوعه، وللاسف بيفتن على كل واحد من اصحابه، وشكله كده انه وداهم في داهيه. والحمد لله بفضل فالنتينو بتقدر ايشا انها توصل لاصحابها، وبتحاول انها تصحح لهم وجهه نظرهم قبل فوات الاوان، وبتحكي لهم قد ايه ان ماجنيفيكو كان مغفلهم بقناع كله الوان، وبتطلب منهم يساعدوها انهم يواجهوا ظلم وشر في البلاد. وما شاء الله عليهم بنلاقيهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض، وبيقرروا انهم لازم يعملوا ثوره ما تخرش الميه. وطبعا نجمتنا السحريه هتبقى واقفه في ظهرهم في كل خطوه ناويين عليها، وكمان بتنضم ليهم الملكه بعد ما عرفت ازاي كانت مخدوعه وان طول السنين دي قلبه كان مفهوش خير لاي حد، وبتعترف لهم انه بيستخدم اكتر سحر مؤذي عشان يقدر انه يوصل للنجمه. والظاهر كده ان ايشا عندها خطه بنت جنيه. وفي نفس الوقت ماجنيفيكو كان بيستحوذ على القوه من تدمير الامنيات، وبتحاول الملكه تبعده عن القصر بانه يروح الغابه يدور على ايشا اللي كانت بتتفق مع النجمه انها تروح تساعد باقي الشله في تحرير الامنيات، وهي هتعطل لهم الملك. وبتسيب لها النجمه عصايه سحريه تساعدها انها تشوف شغلها. وبنلاقي اصحابنا بيحاولوا انهم يوصلوا للقبه عشان يحرروا كل امنيه ويرجعوها لقلب صاحبها، وزي ما انتم شايفين بيبدا كل واحد فيهم انه يحارب في معركته. وبتبدا الملكه وداليا انهم يلاقوا اي حاجه تعطل بيها السحر المحرم، وساعتها الشله كانت شغاله بايديها واسنانها عشان يقدروا انهم يخلوا الامنيات حره طليقه. والحمد لله بيقدروا اخيرا بمساعده النجمه انهم يوصلوا لهدفهم 100-100. اما بقى ايشا كانت بتحاول انها تهرب من ماجنيفيكو شمال ويمين باي طريقه ممكنه، وبيستخدم قدراته في انه يخلي ايشا تحت ايد سايمون، لكن الدب ابن اللعيبه بيقدر انه ينقذها من تحت ايده على اخر لحظه. وفي الوقت اللي كانت النجمه بتحتفل فيه بتحرير الامنيات للاسف كل حاجه بتبقى تحت سيطره الملك الشرير، حتى مراته بيضحي بيها في سبيل انه يحافظ على نفسه وقوته، وبيقدر من خلال السحر الملعون انه يحط ايده ويسيطر على كل حته في روزس. وبمنتهى الظلم بيستولى على النجمه السحريه، وكمان بيفضل يمسح بايشا الارض حرفيا، وبيعلى اكتر بجبروته لدرجه انه بيعمل حظر على كل الناس في المملكه، وشكلهم كده والله اعلم مش هيشوفوا السما تاني. لكن بالرغم من كل ده بتفضل ايشا لسه مصره انها تقف قدامه، ومهما حصل بتكون مش عايزه انها تستسلم ابدا. وساعتها بيدب الامل في قلوب كل اللي موجودين حواليها، وبيتمنوا من كل قلبهم انهم يقدروا يتخلصوا منه ومن شره. وفعلا بنلاقي ان المعجزه بتحصل في ثانيه الا ثانيه، وسبحان الله كأن ابواب السما كانت مفتوحه وحست بيهم، وبينجحوا اخيرا انهم يرجعوا النجمه في حضنهم من تاني. وكمان كل امنيه بترجع تنور قلب صاحبها من جديد، وكمان سايمون بيحس بتأنيب الضمير، وكلهم بيسامحوه لما بيفهموا كويس انه كان ضحيه لماجنيفيكو اللي شرف في الحبس جوه عصايه السحر الاسود، وكل حاجه في الاخر اتقلبت عليه، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ان الجزاء دايما من جنس العمل. وبكده بنوصل لنهايه مغامرتنا مع عيشة بعد ما قدرت انها تكون هي الساحره الجديده بقلبها الطيب. ومن هنا بنعرف ان قوه الاراده والتصميم هي اللي بتساعد في تحقيق الامنيات بطريقه محدش يتوقعها. وعشان كده اوعى تبطل تحلم معانا، واعمل احلى لايك واشترك معانا في القناه عشان يوصلك احلى بندق.